ويا هلا والله وميت مرحبا، شلونكن حبايب؟ شو الأخبار؟ طمنيني عنكن، إن شاء الله بخير. رمضان كريم علينا وعليكم بإذن رب العالمين، والله يغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله. بلشت لكم الفيديو بتجهيزاتي للعزيمة قبل بيوم. طبعا قبل بيوم عملت عش البلبل وعملت كرات اللحمة للكباب الهندي، وطبعا كل هذا بدي أفرزه مشان يسهل علي ثاني يوم العزيمة. صباح العزايم والتحضيرات المسبقة. طبعا اليوم عندي عزيمة بس مفرزة كل إشي الحمد لله. طبعا هون بدي أعمل عش البلبل، سويتهن وفرزتهن، وهون عندي كمان برك جبنة، وعملت صينتين مكامير. وهون اللحمة أول ما جبتها تبلتها وعملتها كرات مشان الكباب الهندي، وهون لافة ورق عنب، وهاي اللحمة مشان الورق. وأني حتى تتبيلة البطاطا فروج عملتها من قبل بيوم، لأنه الفروج تبلته وحطيته بالثلاجة من أول ما جبته. طبعا هون حطيت كرات اللحمة المثلجة وضفت عليها صوص البندورة وشرائح بصل وسمنة، وبهرتها بملح وفلفل، وزبطت صواني الكباب الهندي. وهون أبو أسامة الله يعطيه العافية عم بيساعدني، عم بيحط البطاطا والفروج سوا وعم بيتبلهن. وبهاي الأثناء أنا كنت شاوية عش البلبل وحطيته على طرف، وقبل ما يجوا الضيوف بشوي بسخنه. هون تقريبا كان رح يصيرن يعني صواني الكباب، وحطيت صينية البطاطا مشان كمان تستوي معاهن، يعني مشان أستغل الفرن كله من المرة. شوفولي على صينية هالبطاطا ما شاء الله، صدقا بالله مو لأني طابخة، طلع عن جد الأكل بشهي. وهون يا جماعة الخير يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، أني لافة حلة يبرق، مو طنجرة يبرق، لا حلة. كمان حطيتن أول شي على نار قوية لبين ما غلت، وبعدين تركتها شي 5 ساعات على نار هادية. وهون عم بشوف الصواني شو وضعهن شو ترتيبتهن. طبعا الحمد لله يعني التفريزات قبل بيوم كثير بتساعد وكثير بتريح يوم العزيمة. طبعا وأني يوم العزيمة كمان بحب كل شي كاسات بدي استخدمها، كل شي صحون إني أجهزهن على طرف. فهون وقت العزيمة ما كنت أني موجودة، يعني هي عزيمة شباب، فالتصوير كان كثير قليل، سامحوني. وهسا بلشت لكم بالمعمول. ترى يعني والله المعمول صدقا بالله هاي الطريقة إنها ممتازة، جربوها وراح تدعولي وما بتندموا بإذن رب العالمين. طبعا أني هون حاطة تمر وسمنة ورشة هيل وجوز فارميتو فرمة وسط. طبعا أني بحب دائما أعمل تمر وجوز سوا، ما بحب أعمل الجوز لحاله. بحس طعمته أطيب يعني إنه يكون سوا. بس شي مرة إن شاء الله رح أعمل إنه يكون الجوز لحاله. طبعا جهزت حشوة المعمول على طرف، وهسا بدي أبلش بالعجينة. طبعا العجينة كثير سهلة وكثير بسيطة، ومكوناتها يعني ما بدها لا غلبة ولا عذاب. بحط بس كيلو طحين، وبرش عليه رشة محلب ورشة ملح ناعم. طبعا هون إذا ما بدكم ترشوا محلب كمان عادي، يعني مو إجباري. وبضيف عليها كاستين سمنة، وبعجنها بإيدي كثير 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 مليح. هسا وهي السمنة موجودة العجن إنه يكون كثير عادي، شو ما عملتي فيها ما في مشكلة. بس الغلط الكبير اللي بيوقعوا فيه وكل اللي عم يعملوا معمول وعم يطلع مش ظابط، إنه وقت نحط القطر بصيروا يعجنوا فيها كثير. فلا أنا بحط كاستين هالسمنة وبعجنها كويس كويس مثل مو شايفين، لحتى كل الطحين يشرب السمنة. وبعدين بضيف كاسة قطر. طبعا كاسة القطر اللي بضيفها ما يكون كثير سميك ولا كثير رخو، وسط. طبعا أني القطر يعني عاملة كاستين سكر مع كاس ونص مي، وبس صاروا برد أخذت منه كاسة وضفتها على الخليط. وطبعا أني ما بترك العجينة ترتاح أبدا، فورا ببلش فيها شغل. وهون بهاي المرحلة اللي ضفت فيها القطر، بس إني بحاول ألم العجينة على بعضها، يعني ما بصير إنه نمسك ونعجن، لأنه مجرد ما عجنا بتصير العجينة تمط. بس لاحظت إنه العجينة مطت،
فاعرفي هون إنه العجينة مو كويسة وما راح تزبط. وطبعا في أحيانا العجينة بتصير شوي تشقق بالفرن، هاي بتكون ناقصة شوية سمنة، بس عادي ارجعي ضيفي معلقتين سمنة وبتزبط أمورها. طبعا أنا الحمد لله ما شققت ولا إشي. هون يا جماعة الخير قبل بيوم جارتي كانت بعثتلي معمول وعاملة بقوالب صغيرة، ما شاء الله يعني طلعات كثير زابطات معاها وكثير شكلهن حلو. فقلت لها يلا اعطيني القوالب بس تخلصي مشان اني كمان اعمل فيهن. والله عملت لي كم حبة، ومثل ما شايفين طلعن كثير حلوات يعني وكثير منمنمات. بس المشكلة عندي انه اني عم بعمل معمول وأسامة موجود، والشغل بهذا القالب الصغير بده قاعدة يعني قاعدة مطولة، فما قدرت. فعملت لي كم وحدة وبعدين رجعت على قالب الكبس. قالب الكبس شوي بتكون حبة المعمول أكبر وأسرع. بس والله يعني كنت كثير حابة أسوي أكمل بهالقالب الصغير، بس سبحان الله الواحد يعني بيتمنى شي وبصير معاه شي ثاني. وطبعا الخبز بالفرن نصيحة لازم يكون الفرن حامي، وإذا بتخبزيه أول شي من فوق بعدين من تحت كمان أحسن بيكون. وشغلة كمان إنه أحيانا في عالم بيعملوها بالنسلة. بالنسلة كثير طيب وكثير ظابط ولونه بيطلع حلو وأحلى من القطر. بس في شغلة بالنسلة إنه بعد شي 3 4 أيام المعمول بيكسى، فأني ما بحب لا يظل معمول طري وطيب من جوا. طبعا أنا عملت صينيتين من هاي الصينية. هاي أول صينية معاي مثل ما شايفين اللي أنا عملتهن بقالبي، واللي عملتهن بقالب الجارة. وهاي الصينية الكبيرة الثانية، وزاد عندي شوي عملت بهاي الصينية. طبعا ولما تكون حفرة القالب غميقة بطلع الشكل كمان أحلى ومحفور حفر. وهاي النتيجة بعد ما طلعت معي من الفرن. طبعا ما بيطولن أبدا بالفرن، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكثيرها بيكونن صايرات. طبعا أنا حطيت الحرارة على 250. شوفوا ما شاء الله النتيجة، بسم الله وما شاء الله. طبعا أنا بحبه يكون لونه شوي فاتح، ما بحبه يكون غامق. بتحبوا انتوا تغمقوه كمان شوي كمان بصير. جربوا هالطريقة وادعولي. طبعا إذا وصلتوا معاي لهون بتمنها تشتركن بالقناة وتحط لي لايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دائما كل شي جديد أني بنزله. طبعا الفيديو الجاي بإذن رب العالمين راح أشارككم باقي الحلويات اللي أنا عملتها. وهاي القهوة مشان المصداقية هاي كانت قبل بيوم. اجى لعندي رفيقاتي يسلمن علي بعد ما رجعت من السفر، وسهرت أنا وياهن والله. فاستنوني بالفيديو القادم وسلام.